حبيبي، يا عيون حبيبي، بتعرف شو بدي أنا منك؟ شو بدك يا قلبي؟ بدي منك إذا ما كنا لبعض وربك ما جمعنا وتجوزت غيري، وبيوم عرسك أنا يلي رح أجهزك بإيدي. انتي مجنونة شي؟ ليش عمري شو بك؟ ليك يا مجنونة ما حدا رح يصير مرتي وأم ولادي غيرك. أي روحي بعرف، بس ما بتعرف ربك شو كاتب لنا. إذا صار وما كنا لبعض بدي منك هالطلب. بتعرفي تسكري عن السيرة؟ خلص وعدني بالأول. لك حاجة جنان بقى. عم قلك وعدني. طيب بوعدك سكري عن القصة. حاضر حبيبي. وبعد كم سنة الله ما كتب نصيب لهالقلبين انه يجتمعوا، وبيوم عرسه تذكر وعده ومسك تليفونه واتصل فيها. ألو. يا هلا كيفك؟ تمام، مين معي؟ شو ما تذكرتيني؟ شبك ساكتة؟ ايه. اليوم عرسي وحبيت خبرك من شان الوعد اللي وعدتك اياه. أعطيني العنوان. عن جد رح تجي؟ خلص أعطيني إياه. وعطاها العنوان. البنت لبست وجهزت حالها وكأنه يوم عرسها وراحت لعنده. وصلت ودقت الباب، فتح لها أخوه والكل مصدوم من حضورها. دخلت لعنده وشافته وهو صافن بمحله وماله مصدق البنت اللي حلم معها وخططوا لعرسهم سوا والأسماء أولادهم. كانت عم تجهزه ليكون لغير والضحكة على وجهها. لبسته بدلته وحطت له الجرافات والبارفان اللي بتحبه عليه، وقالت له اوه طالع بتجنن عريسنا. الشاب صافن بعيونه. مبروك يا عريس. طلعت من عنده وقلبها عم يحترق، نزلت دموعها وحرقوها حرق. اعطيني ايدك وخليها بايدك. بس ما فيني، عروستك ناطرتك. تضرب العالم كله من بعدك. خليني اخدك ونروح سوا ونكون لبعض. لا ما فينا نعمل هيك. الشي اللي خلاني اجي لهون واكون حدك واجهزك لعروستك انه ما حدا فرقنا، لا قدر ولا خناق ولا مشاكل ولا خيانة، غير قدرة ربك. حاجة عم تحرقيني هيك. ربنا ما اخترنا لنكون عيلة وحدة، وهلا عطاك الفرصة لتعيشها وتكمل حياتك. بتمنى لك التوفيق يا عريس، وتتهنى بحياتك وحبها لمرتك، ولا تنسى تسمي بنتك على اسمي مثل ما اتفقنا. وهلا بزعل منك ها. رح اوعدك اذا الله طعمني بنت رح تكون على اسمي. يلا بخاطرك يا عريس. راح لعند عروسته عم يتطلع فيها ويتخيلها حبيبته، غصة بقلبه وحرقة بقلبها. نصيحة: الحب دائما فيه مصاعب نقدر نتغلب عليها، إلا القسمة والنصيب قدر رب العالمين، ما حد فيه يتغلب على الشيء. أتمنى تكون عجبتكم القصة، وأتمنى توصلوا هذه الفكرة وهي القصة ل10,000 لايك، ورح يكون رابط قناتي بالوصف. بتمنى من جيش أسعد ستوت كل يروح يشترك لنشوف قديش قوي هو هذا الجيش. بدنا نشوف فوق الألف كومنت طبعا من طرف جيش أسعد ستوت. أهم شيء هاي الفكرة توصل ل10,000 لايك. السلام عليكم ورحمة الله.